كام يوم اللي فاتوا الكلام كتر ان وسام ابو علي خلاص في بيراميدز او رايح بيراميدز من اول السنه اللي جايه. بعيدا عن حقيقه الكلام او المفاوضات وصلت لايه، وده هقولهولك لو انت داخل عشان ده يعني، ولكن هقول حاجه واحده بس صغيره اللي هي اهم من الصفقه او اهم من الخبر نفسه، ان الصفقه دي على جثه الاهلي. ليه؟ لان الفتره الاخيره بيراميدز بقى يخش مع الاهلي راس براس في كل حاجه. الاهلي لما بدا يجيب المحترفين من الجزائر ومن المغرب ويجيب وياخد نجوم الزمالك، افتكر ان خلاص ما حدش شايف قدامه، افتكر ان خلاص هو كده مش يعني ما هيشوط الكل، لكن لقى فريق بعيدا عن الكوره. يعني هو يعني الزمالك بظروفه دي هو لسه بينطح الاهلي وبيراميدز، ما بكلمكش الكوره، بكلمك في فكره الصفقات. فافتكر ان هو خلاص ما حدش هيقف قدامه، لان في فريق لا بيقف قدامه، مش بيجيب يعني اللعيبه اللي محتاجها بس، لا هو بيجيب اللعيبه اللي محتاجها، واي لعيب الاهلي عايزه يروح داخل واخده منه عادي كذا. السلام عليكم. الاهلي متعود طول عمره هو اللي بيعمل كده مع المنافسين. فلما يخش في حامد حمدان يروح بيراميدز داخل مخلص، يخش في عقده الفخور يروح بيراميدز داخل مخلص. ف يعني الاهلي خد على عينيه صفقتين مهمين، ولاعبين دخلوا السكواد وفارقين مع بيراميدز. وبيراميدز بقى عنده ميزه في التعاقدات عن الاهلي، الاهلي بيجيبه خلاص. بصراحه الاهلي بيدفع ويجيبه خلاص والموضوع باين اهو في الملعب، والموضوع باين في اللعيبه اللي بتطلع بره القايمه محترفين وبياخدوا بالدولار، والمدربين اللي بيشتكوهم وبيكسبوا القضايا. فواضح ان الاهلي في مستوى التعاقدات بيدفع وخلاص بدون تفكير. ولكن بيراميدز لا، بيجيب اللي محتاجه. محتاج ناصر ماهر من الزمالك فجابه، فبقى دلوقتي هو نجم الفرقه الاول. محتاج حامد حمدان، محتاج عقده الفخوري، محتاج بيخلص. ارجع لك بقى لموضوع وسام اللي انا اصلا عامل فيديو عنه. هو الكلام اصلا مش مع وسام، تخيلوا الكلام مع، هم هيموتوا يجيبوا مين بقى؟ حمدي فتحي. ليه؟ لان فكره الاحتياج اللي بقول لك عليها، هم مش محتاجين وسام، هم عندهم فيستون مايلي فيرود يعني اكبر فيرود في الدوري دلوقتي. كان وسام طبعا رقم واحد، لما مشي بقى فيستون هو اقوى فيرود في الدوري المصري بدون منازع. فمش محتاجينه، مش محتاجين وسام الا لو فيستون مايلي هيمشي. فيستون مايلي يجدد معاهم مش هيمشي. هيجيبوا محترفين اجانب ليه؟ هم بقى ما بيعملوش حركات. الاهلي ممكن يعمل كده عادي، لكن هم ما يعملوش كده لان هم مش محتاجينه. بس هم مثلا بلاتي توريه مشي راح ليبيا، فمحتاجين دلوقتي الديفندر نص ملعب. مين احسن واحد يلعبها عندهم؟ حمدي فتحي. حمدي فتحي كان متالق، الناس قالوا كبر مش عارف في بطوله افريقيا بان قوي ان هو كويس قوي وبيلعب باك وممتاز. راحوا كلموا نادي الوقره قالوا لهم احنا محتاجينه لحد اخر السنه دي، ومن اول السنه الموضوع مع حمدي فتحي. فدلوقتي الكوره في ملعب حمدي فتحي. لو عايز يروح بيراميدز هيروح، لو عايز يرجع الاهلي هيرجع، لان لو هو كلم بتوع الاهلي وقال لهم بيراميدز بيكلمني يخلصوني هيخلصوه. لو عايز يقعد في قطر وراح دماغه من الاثنين هيقعد. فكوره في ملعبه. لكن وسام بيراميدز اصلا ما كلموش.